بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن انواع التلقيح في النباتات او التدكير او التزاوج في النباتات بواسطه التلقيح الذاتي او الخلط بواسطه الرياح او الحشرات او النحل او التلقيح اليدوي بالانسان او الالي او بواسطه الزواج بين النباتات او الرش بالطائرات. افضلها النحل والتلقيح الالي والرياح والتلقيح بالطائرات. طبعا في حاجة تانية، لاحظ ان انتاج الثمار العالي من اي محصول يتوقف على وصول حبوب اللقاح من الشجرة المذكرة الى الشجرة المؤنثة التي تحمل المحصول او الثمار بواسطة التلقيح اللي هو الاخصاب او العقد. التلقيح هو وصول حبوب اللقاح من الشجرة المذكرة الى الشجرة المؤنثة عن طريق المياسم او طلع الازهار المؤنثة، وهو اغريض المذكر من الشماريخ المذكرة إلى الإغريض أو الطلع المؤنث. والإخصاب هو نمو حبوب اللقاح على ميسم الزهرة المؤنثة ودخول أنبوب اللقاح المذكر للخلية الذكرية بواسطة الفحل الذكري إلى مواضع البويضة المؤنثة والاتحاد معها لتكوين الجنين وتحويله إلى ثمرة أو إلى ثمار أو محصول وفير. ويمكن جمع حبوب اللقاح المذكرة وتخزينها في الثلاجات لسنة أخرى أو لحين الظروف دون التعرض للماء أو الرطوبة بواسطة الآلات. التلقيح يتم بعد خروج أو تفتح الأزهار المؤنثة من 3 إلى 4 أيام بواسطة ملقحات اليدوية أو الآلية. تاني شيء برضه هنتكلم عنه، اللي هو يفضل وجود المناحل في أي بستان أو مزرعة أو حقل منه أو من أي مشروع منه. طبعا تلقيح المزرعة بواسطة النحل. أنواع التلقيح إما ذاتي أو خلطي. الذاتي هو وجود الأزهار المذكرة والمؤنثة أو الشماريخ أو الأغاريض المذكرة ومع الأزهار المؤنثة أو الشماريخ المؤنثة أو الطلع المؤنث لوصوله إلى الميسم المؤنث في أي شجرة واحدة أو نبات واحد أحادي المسكن. مثال نبات الذرة الذي يحمل الأزهار المذكرة والمؤنثة اللي هو الخنثى، اللي هي السنبلة المذكر والشرابة اللي هو المؤنث، ويتم تلقيح ذاتي أو تلقيح نفسه. حبوب اللقاح المذكرة والمياسم المؤنثة. طبعا في نباتات عليها النباتات المذكرة، نباتات مذكرة ونباتات مؤنثة لكنها عقيمة. يبقى في نباتات مذكرة وفي نباتات مؤنثة، وفي نباتات خنثى تحمل المذكر والمؤنث لكنها عقيمة تحتاج إلى تلقيح خلطي بواسطة زراعة صنف ذكري في وسط الأصناف المؤنثة. مثال زي الزيتون والنخيل والفستق والرمان. أما التلقيح الخلطي وجود من 1 إلى 2 صنف من النباتات المذكرة موجود في المزرعة في خطوط أو صفوف أو موزع في الحقل مع الإناث بنسبة 1 إلى 16، أي الإناث إلى الذكور. ويتم التلقيح بواسطة الرياح أو النحل أو التلقيح الآلي أو اليدوي. مثال النخيل والمانجو والزيتون والرمان والفستق وبعض الخضروات مثل الخيار لجذب. طيب في طريقة لجذب الحشرات أو النحل أو الدبور، لابد من عمل خلطة لجذب النحل حتى يقوم بعملية التلقيح أو نقل حبوب اللقاح من المذكر إلى المؤنث من على بعد من 1 إلى 3 كيلو. لو ما عملناش مزرعة النحل يبقى ممكن نعمل حاجات تجذب النحل اللي هي إيه؟ معروف في نباتات المذكرة ونباتات المؤنثة اللي طبعا إن هي ثنائية المسكن. أما أحادية المسكن اللي فيها المذكر والمؤنث. طيب إما أحادية يتمكن فيها الأشجار الخنثى اللي هي تحمل الأزهار المذكرة والمؤنثة. طيب لتحضير 600 لتر ماء موتور رش مع عناصر أو أحماض أمينية وطحالب نحط 2 لتر ماء ورد أو 2 كيلو سكر أو 2 كيلو عسل. دي على الرشة 600 لتر. رش بقى المزرعة دي لجذب النحل حتى يقوم بعملية الإخصاب حتى نحصل على إنتاج عالي في المزرعة. لعمل رائحة حلوة وعطرة بالبستان أو المزرعة أو الحقل أو الغيط. ده هام طبعا لمزارع التسميد. التسميد طبعا هام للمزارع، التسميد بمنقوع السبلة أو الدواجن أو الطيور.
اللي هو تخمير السبلة يعني والمواشي والغنم مع أحماض أمينية والمواد العضوية والسماد البلدي في التربة. يوجد امتصاص الجذور يساعد على امتصاص الجذور للعناصر وسرعة امتصاص العناصر الكبرى والصغرى، وعدم تسميد النيتروجين على حساب العناصر الأخرى. طيب في حاجة تانية، رائحة السبلة ورائحة المخلفات السمك وعصارة القصب والملاس تجذب الحشرات. ماشي. كل هذا في فترة التزهير أو قبل وبعد التزهير. سليم. الرش طبعا بالكالسيوم والبورون والمولبدنم والجبريليك والفوسفور والبوتاسيوم، تسميد إما رش قبل الأحماض الأمينية والطحالب قبل التزهير أو بعد. الرش عند انتهاء التزهير أو 20% من العقد. الرش أثناء التزهير طبعا ما ينفعش الرش بعد التزهير ما يكمل أو بعد العقد ب20%، إلا في حالة الإصابة الشديدة بأي مرض فطري أو حشري. السماد البلدي يوفر العناصر للأرض ويساعد على امتصاصها وبقائها في التربة دون غسيل. طيب في حاجة تانية هتكلم عنها برضه. في حالة خلط حبوب اللقاح مع المادة الحاملة منها اللي زي الدقيق والردة والمسحوق وبودرة التلج، بنحط 1%، 1 إلى 10، يعني 1 حبوب لقاح إلى 10 مادة حاملة، يعني من 1 إلى 5 إلى 10%، يبقى من 1 ل5 أو من 1 ل10. مثال مثلا المواد المذكورة في النخيل. طيب سؤال الحلقة النهاردة، هل يجوز رش النباتات أثناء التزهير، صح أم غلط؟ اللهم اجعلنا من عمار الأرض. دمتم في أمان الله والسلام عليكم.